بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة لصاحب الذنب. وإذا قلت لك يا صاحب الذنب فترى أنا أقصدك وأقصد نفسي معك أيضا. شوفوا الحديث العجيب هذا، حديث ابن عباس رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. إن هذا الحديث دليل على أننا نضعف، فلذلك إن كنا نحب ربنا فعلينا أن نؤدب أنفسنا وأن يؤذينا هذا الذنب وأن نرجع إلى الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا الكلام هذا مهم يا إخواني، فقال: وذنوباه وذنوباه، فقال هذا القول مرتين أو 3 مرات. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها ثم قال: عد، وكرر، ثم قال: قم فقد غفر الله لك. فالتوبة التوبة يا كرام. بارك الله فيكم.